بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بدوري كرئيس جماعة حمر قلاشة، اليوم عندنا اجتماع بخصوص التشاور مع الأعضاء بخصوص برنامج عمل لجماعة حمر قلاشة. فلهذا اليوم 2022 شهر 12 اليوم في 4 كننظموا لقاء تشاوري مع جميع المستشارين لجماعة حمر قلاشة في دار طالبة لجماعة حمر قلاشة. كنناقشوا المشاكل اللي عشناها في هذا الدوري مع الساكنة ديال جماعة حمر قلاشة، والمخرجات اللي خرجنا بهم يعني على إطار 24 دوار، يعني جمع المخرجات من الماء الصالح للشرب والنقل المدرسي والطرق والمسالك يعني وحتى الإنارة العمومية، يعني جميع المشاكل اللي كتعيشها جماعة سكينة حمر قلاشة. واليوم توفقنا مع جميع الأعضاء، يعني جميع المشاكل يعني اللي غفلوا عليها الساكنة كيودونا بها الأعضاء كنضيفوها في برنامج عمل. وأيضا تنشكروا من هذا المنبر، كنشكروا السيد مدير المصالح لجماعة حمر قلاشة السي عبد الرحيم حديدوش، وأيضا الموظفين لجماعة حمر قلاشة اللي تعاونوا معنا في هذا برنامج عمل لجماعة حمر قلاشة، لأنه برنامج عمل جماعة حمر قلاشة احنا درناه بالموظفين والأطر والأعضاء لجماعة حمر قلاشة، لأن بغينا باش نتصنتوا الهموم تاع جميع الساكنة. ما بغيناش نعطيو البيروتيد باش نديروا غير كي تنقولوا نجو ندير، انا ما تنضربش في البيروتيد، ولكن احنا بغينا باش نخرجوا نتصنتوا الهموم تاع الساكنة. فلهذا وفقنا الله، خرجنا للدور بدوار توفقنا فيه، واليوم تنخرج بالمخرجات اللي هما جبناهم من الساكنة. فلهذا كنشكروا جميع الأطر الموظفين وجميع الأعضاء، وأيضا تنشكروا جمعية دار الطالب، وأيضا كنشكروا السي المدير دار الطالب حتى هو اللي كيتفاعل معنا وكيتعامل معنا ديما. ولهذا أشكركم جميعا، وأيضا أشكر السادة المنابر الإعلامية اللي هما دائما تيواكبونا وتعيشوا معنا الحدث، وشكرا للجميع. إذن في إطار استكمال الورشات لإعداد برنامج عمل الجامعة، نحط الرحال اليوم بواحد المحطة اللي هي رئيسية، اللي هو عرض حاصلة التشخيص التشاركي اللي ديجا قمنا بها مع جميع الدوائر 24 بتراب الجامعة. جينا نعرضوها على لجان ديال المجلس الخمسة الدائمة. طبعا الحال كاينه لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لجنة الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني، لجنة التعمير، لجنة المرافق العمومية، ولجنة الصحة. إذن هذه السلسلة هذه بطبيعة الحال كانت هذه الورشة مهمة، لأن عرضنا من خلالها أهم مخرجات التشخيص التشاركي، واللي تجاوبوا معنا بطبيعة الحال السادة الأعضاء. تم تعديل مجموعة ديال المشاريع، تم انتقاء المشاريع ذات الأولوية، تم تحديد المشاريع اللي يمكن أننا ندرجوها ضمن الميزانة في ال3 سنوات الأولى، وبطبيعة الحال كلهم مشاريع تصب في تنمية الجماعة وخدمة المواطن التابع لتراب جماعة حمر قلاشة. إذن هذا العمل هذا بطبيعة الحال هو أساسي، لأن بطبيعة الحال السادة أعضاء اللجان مشكورين زودونا بمجموعة ديال الأفكار اللي تم الإغفال ديالها من طرف الساكنة، وتم تنقيح مجموعة ديال المشاريع، وتم تحديد الأولويات باش ندوزوا للمرحلة المقبلة إن شاء الله، اللي ممكن ندوزوا للتخطيط وهندسة المشاريع وإعداد البطائق التقنية للمشاريع. إذن هذا هو العمل ديال هذه الورشة ديال اليوم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بوجمع الرحلي، عضو مجلس جماعة حمر قلاشة وعضو لجنة التنمية البشرية والشراكات والعلاقة مع المجتمع المدني. اليوم في هذا اللقاء هذا حضرنا هذه الورشة اللي هي ورشة جمعت جميع اللجان الدائمة بالمجلس مع فريق القيادة وفريق التقني للاستماع يعني كما كنقولوا زبدة اللقاءات التشاورية اللي يجمعون الفريق التقني وفريق القيادة من طرف الساكنة باش نناقشوا ما هما الأولويات اللي غيكونوا في الباك، يعني برنامج عمل الجامعة للسنوات المقبلة من 2022 إلى 2027. اليوم
سمعنا المجموعة ديال الاقتراحات ديال المشاريع، نتمنى أن تكون مجيبة لانتظارات الساكنة، واخا العراقيل كما كنقولوا الإكراهات كثيرة جدا. نتمنى نكونوا يعني قدمنا واحد الخدمة لهاد الناس، هاد الساكنة اللي صوتت علينا، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله تعالى. شكرا.